لو انت استغربت ده فانت اكيد هتستغرب السبع حاجات اللي انا جاي اقولك عليهم النهارده. بس خليني الاول احكي لك قصه ده كان ازاي المتعارف عليه زمان لوظيفه. ودول كانوا مساعدين الراقصات، واوقات كانوا بيرقصوا في افراح العائلات المحافظه اللي ما كانوش بيحبوا يجيبوا راقصات ستات عشان كانوا بيشوفوا انه ده عيب، فكانوا بيجيبوا وكانوا بيلبسوا صدريه معموله من العملات والزخارف. طب انت كنت تعرف ان اصلا الكعب العالي كان معمول للرجاله؟ زمان الرجاله في بلاد فارس كانوا يلبسوا احذيه ليها كعب عالي، وده كان عشان يثبتهم على الاحصنه ولكن الاوروبيين شافوهم وعجبتهم الفكره، بس استخدموا فكره حذاء الكعب العالي في انهم يعبروا عن مكانتهم الاجتماعيه وغناهم وقوتهم. فكان كل ما طول الكعب يعلى كل ما كان الراجل ده اقوى واجمد واغنى، لحد ما الستات شافته وشطت فيه وعجبها ودخل الموضه. ومن هنا بدا اللون البينك كان اصلا لون رجالي. في القرن ال18 الرجاله كانوا بيلبسوه وعليه تطريز ورسومات، ولكن الازرق كان للستات. اول واقدم حقيبه يد في العالم كانت لراجل، كان من العصر الجليدي وكانت مرصعه باسنان الكلاب، كان نوع من الاكسسوارات يعني والموضه من العصر الجليدي بس روش. ده حتى الفوط الصحيه كانت اصلا للرجاله، كانوا بيعالجوا بيها الجنود في الحرب العالميه الاولى عشان توقف نزيف جروحهم، لحد ما ممرضه شافتها وقالت ان دي هتبقى مناسبه جدا للستات للنزيف الشهري بدل الأقمشة اللي كانوا بيستخدموها وقتها. ده حتى الكروب توب الرجالة هم اللي اخترعوه وكانوا عاملينه للرياضيين، والتنانير الرجالة لبسوها كتير على مر التاريخ. وكمان الميك اب الرجالة كانوا بيستخدموه في الصين واليابان ومصر عشان يبينوا مدى غناهم ومكانتهم الاجتماعية، لحد ما جت الملكة فيكتوريا في القرن ال18 وقررت ان هو يكون للستات بس. ومن هنا دخلنا في ثقب اسود. انت بقى ايه اغرب واحدة استغربتها فيهم؟